هو انت فاكر ان لعبة الموت خلصت؟ لا، ما خلصتش، اللعبة لسه بادئ والساحة اتفتحت من جديد. لعبة الحبار رجعت من تاني، بس المرة دي الرهانات أعلى والخطر أكبر والخيانة بقت على الهوا. الناس اللي فاكرة نفسها شاطرة هتكتشف ان اللعب مش مجرد فلوس، ده اختبار للإنسانية وللنجاة وللكرامة. مستعد؟ بيبدأ الجزء الثالث من لعبة الحبار. إن اللاعبين اتمردوا على اللعبة وقدروا ياخدوا شوية أسلحة من الحراس، بس الحراس سيطروا على الموقف وقدروا إن هم يقبضوا عليهم، وبيفضل المتسابقين يترجوهم علشان يعيشوا، بس الحراس مش بيسمعوا كلامهم وبيخلصوا عليهم من غير أي رحمة. وبنشوف الحارس وهو بيقرب من الرسام سوك أبو البنت المريضة اللي كان داخل اللعبة علشان يجيب فلوس كتير ويعالجها، وبيترجى سوك الحارس عشان يسيبه يعيش، فبيضربوا الحارس برصاصة بسيطة كده وبيقول له إن لو كان عايز يعيش لازم يسمع كلامه وينفذه بالحرف الواحد. وبيمثل سوك إن هو ميت وحطوه في تابوت، لكن بنلاحظ إن هم بيحفروا علامة على جسم كل متسابق علشان يشرحوه وبياخدوا أعضائه. وبنشوف واحدة اسمها جو اللي بتبقى من ضمن أعضاء اللعبة، وبتبعت الحراس علشان يجيبوه بيدخلوه في التابوت. ولما بتفتحوا البنت اللي اسمها تشو بتتصدم إن سيونج اللي جوه التابوت، وبيطلعوه بسرعة علشان يعالجوا الجرح وبيحطوه على سريره عشان يرتاح. وأول ما سيونج بيفوق بيسأل على أصحابه اللي اتمردوا معاه على اللعبة، وبيتصدم لما بيعرف إن الحراس خلصوا عليهم كلهم لأنهم حاولوا الهروب من اللعبة. وبينهم كيم، وبينهار كيم في الوقت ده وبيحس إن هو السبب في موت زمايله لأنه كان السبب في فكرة التمرد دي من الأول، وبيطلب من الحراس إنهم يخلصوا عليه. وبيدخل الحراس وبيعلنوا إن باقي 60 لاعب والجايزة اتضاعفت وبقت 39 مليار وون. وبيبقى العقل المدبر للعبة هوانج قاعد يتفرج على كل اللي بيحصل من الكاميرات، وبيكون مبسوط من اللي بيحصل وهو شايف سيونج بيتعذب وبيتمنى كمان إنه يموت. وبتكون نية هوانج إنه يشوف سيونج ناوي على إيه، هل هو هيستسلم ولا هيحاول يعمل بطل مرة تانية وينقذ المتسابقين. وواضح كده إن الراجل ده وراه قصة كبيرة هنكتشفها مع بعض بعدين. بيجيله اتصال من بارك القبطان وقاله إن الضابط جون راجع المدينة وهيجيب واحد يشغل الطيارة اللي بتشتغل من غير طيار، وإنه قرب يوصل للجزيرة خلاص. وبيحس هوانج بالخطر من تاني وبيقول لبارك إن هم فعلا قربوا يوصلوا للجزيرة، فلازم يمنعهم بأي شكل حتى لو هيقتلهم، ولو وصلت كمان إنه يقتل أخوه. وبنرجع للمسابقة مرة تانية وبنشوف إدارة المسابقة عملت تصويت إما استكمال اللعبة أو يوقفوها خالص. لحد هنا ورغم كل اللي حصل اللاعبين بيقرروا يكملوا اللعبة علشان طمعانين في الفلوس والمبلغ اللي بيتضاعف بطريقة غريبة. وقتها الفريق الأزرق بيقول لسيونج إنه السبب علشان جاب الناس لهنا يقتلوا ويموتوا بسببه، ويكون ضرب عصفورين بحجر وقتل عدد كبير من اللاعبين دفعة واحدة. والغريب إنهم بيشكروه على كده لأن لولا اللي عملوا ده عمرهم ما كانوا هيعرفوا حاجة عن المسابقة ولا يشاركوا فيها. وبتروح جو مع الحراس اللي شغالين في التشريح وبتفهمهم إنها دلوقتي واحدة منهم، وقلعت القناع من على وشها وبتكشف عن هويتها، وبيستغربوا منها جدا لأنها كانت رافضة الشغل بتاعهم وشايفة إنهم سفاحين ومش بيهتموا بأرواح الناس اللي بتموت. بس جو بتقنعهم إنها اقتنعت بوجهة نظرهم خلاص، والمتسابقين كده كده ميتين فالأحسن يستفيدوا منهم. ولما بيطمنوا ليها البت جو الغدارة بتمسك سلاح وبتخلص عليهم كلهم مرة واحدة، وسابت الدكتور عايش بس وطلبت منه ينقذ الرسام قبل ما يموت. وبنشوف الضابط جون وهو قاعد مع تشوي وبيقول تشوي إنه شاكك في القبطان بارك وإنه له علاقة بموت القبطان اللي قبل كده، بس جون مش بيقتنع بكلامه وبيبقى ليه رأي تاني وشايف إن بارك أنقذ حياته قبل كده وده معناه إنه شخص كويس ومش ممكن يعمل كده. أما اللعبة فبتبدأ مرة تانية وبيعرف هوانج إن الشخصيات المهمة وصلت خلاص، ودي أشخاص أغنياء جدا وبيدفعوا ملايين علشان اللعبة دي تتعمل. ولما كان اللاعبين رايحين لمكان اللعبة بيتصدموا لما بيشوفوا أصحابهم اللي ماتوا متعلقين بحبال قدامهم، وبيتصدموا كلهم من الموقف ده. وبيكون سيونج متضايق جدا من واحد لأنه غدر بيه وقت القتال وهو كان فاكره صاحبه. وبتكون اللعبة المفروض تتلعب بفرقتين، وبدأ كل لاعب يسحب كرة زرقاء أو حمراء، وفي لاعب اسمه سيك ومعاه والدته، بس كل واحد بيبقى في فريق مختلف ضد بعض. أما كيم بيبقى في الفريق الأحمر، والمرة دي اللعبة كانت استغماية والفريق الأحمر هيدور على الفريق الأزرق لمدة 30 دقيقة واللي هيتمسك يتقتل. والفريق الأزرق معاه مفتاح لأوض جوه اللعبة ومسموح لهم يستخبوا فيها، وفي كمان باب للهروب. أما الفريق الأحمر بيبقى معاه سكاكين، وكيم بيبقى كل هدفه يقتل نام علشان خانه وبلغ إنهم هيتمردوا
على اللعبة، وبيبقى مسموح للعيبة يبدلوا الأدوار بينهم لو حابين. وبنشوف حبيب جون هاي وأبو ابنها اللي حامل فيه كان رايح ليها وبيطلب منها إنهم يبدلوا الأدوار لأنها مش هتقدر تقتل حد، وطلب منها تستخبى كويس علشان محدش يلاقيها وهو هيقتل أي حد يقرب منها. وحتى سيك كان عايز يبدل دوره مع والدته بس بترفض. وبنشوف رجل الأعمال رايح لسيونج لو حابب يبدل معاه، بس سيونج بيبصله بنظرة مليانة شر، فبيخاف راجل الأعمال وبيرجع مكانه وبيروح نام لسيونج وبيبدأ يزعقله ويلومه على اللي حصل، وبيبقوا هيمسكوا في بعض بس بيجي حارس وبيفض الخناقة قبل ما تبدأ. وبيبتدي الفريق الأزرق يدخل عشان الاستغماية تبدأ، وبيكون سيك المرة دي عرف يبدل ويبقى مع والدته في الفريق، واتفق معاها إنه هيقتل أي حد من الفريق الأزرق وبعدها يدور عليها ويفضلوا مع بعض لحد ما الوقت يخلص. وبنشوف الفريق الأزرق وهو بيدخل المتاهة، وبتروحوا موسيك مع هاي وهيونج وبيساعدوا بعض. وبعد دقيقتين بيدخل الفريق الأحمر بالسكاكين عشان يبدأوا اللعبة، وبطلنا كمان بيمسك سكينة وبيقول لنفسه إن ده غلطه ولازم يتعاقب عليه. الحلقة التانية بنروح لجو وبنلاقي إن الرسام سوك فاق خلاص، وبنتفاجئ إن جو بتطلع سلاحها وبتخلص على الدكتور وبتلبس القناع وبتقول لسوك ما يخافش لأنها معاه وعاوزة تنقذه من هنا. وبتخلي جو الرسام يلبس قناع واحد من الحراس اللي هي خلصت عليهم، وطلبت منه يتنكر كأنه واحد من الحراس. وبنشوف الفريق الأحمر وهو داخل المتاهة، وبيكون العد التنازلي للنص ساعة بدأ، وبيبتدي أعضاء الفريق الأحمر يتفرقوا. وبنشوف كيم وعينه فيها شر عايز يلاقي نام علشان يقتله، وكمان سيك بيدور على والدته علشان يقدر يحافظ على حياتها. وبنشوف الكاهنة سحبة وراها مجموعة وماشية قدامهم، قال يعني هي اللي هتقدر تنقذ حياتهم. وبنرجع لجون هاي ووالدة سيك واللي معاهم، وبيكون معاهم مفاتيح مختلفة بتساعدهم يفتحوا كذا باب ورا بعض. أما جون فبيلمح واحد من ظهره بيجري وبيشك إن هو نام فبيطارده، وقبل ما يموته بيكتشف إنه حد تاني وبيسيبه. وفي الوقت نفسه بيكون نام ومعاه واحد اسمه ميونج، قدروا يمسكوا واحد من الفريق الأزرق، وبيكون نام عايز يخلص عليه بسرعة، بس ميونج بيقول له لا انت لو قتلته لوحدك هتخلص اللعبة بسرعة وانت تفوز. ويتفقوا ان هما الاتنين يخلصوا عليه في نفس الوقت، وبكده هيبقى باقيلهم واحد كمان يخلصوا عليه سوا ويكسبوا هما الاتنين، وبيعملوا كده فعلا. وبنشوف في الوقت نفسه واحد بيطارد جون هاي وأم سيك وهيونج، ولأن حركة جون هاي بطيئة بسبب إنها في أواخر الحمل بتقع ورجليها بتتلوي. وبيكون المطارد من الفريق الأحمر عايز يستغل الفرصة دي ويخلص عليها، بس بتقدر تشو تتصدى للمطارد وبتخلص عليه وبتسند والدة سيك وهاي، وبيتحركوا من المكان اللي هم فيه بسرعة. بس في الوقت نفسه بتتعب هي جدا وبتبقى خلاص هتولد، وتشو والدة سيك بيولدوها وبتخلف بنت. وبعدها بتروح تدور على مخرج اللعبة، وبعد شوية بتنجح إنها تلاقيه، وبيبقى بيفتح ب3 مفاتيح اللي هم الدايرة والمثلث والمربع. فبتفرح تشو جدا وبترجع لوالدة سيك وهاي علشان تقول لهم، بس قبل ما تقول حاجة بيجي ميونج وبيخلص عليها. بس ميونج بيتصدم إن تشو كانت بتحمي هاي وجوم والدة سيك، وبيسيبهم بسرعة وبيمشي علشان يطلع من المخرج. وفي نفس الوقت بنشوف سيك وهو بيلف في المكان علشان يقتل أي حد من الفريق الأزرق، وفعلا بيبقى واحد مصاب وبيبقى خلاص هيقتله، بس الراجل بيبقى قوي جدا وكان هيخلص على سيك لولا إن واحد من الفريق الأحمر جه خلص على الراجل المصاب وساب سيك بعدها ومشي. وبيبقى سيك عايز يقتل حد كمان، فبيروح لهاي علشان يقتلها هي وبنتها، لكن والدته مش بتسمح له يعمل كده وبتقتله بنفسها علشان تحمي هاي. وبعدها بيمشوا علشان يلاقوا المخرج ويخرجوا من اللعبة. وفي نفس الوقت بنشوف راجل الأعمال عامل فريق مع واحد، بس بتظهر منه حركة الغدر باللي معاه لما بيدخلوا الاتنين أوضة وبيلاقوا واحدة من الفريق الأحمر، فبيخرج راجل الأعمال وبيقفل على زميله وبيضحي بيه، وبعد ما بيموت بياخد المفتاح بتاعه وبيكمل في طريقه. وبتسمع جون هاي إن حبيبها ميونج قتل واحد وإن المفروض بقيله يدور عليها ويكون معاها لحد ما الوقت يخلص. وبنرجع لميونج ونام وهم بيتكلموا، بيقول نام إنهم لازم يقتلوا أكبر عدد ممكن من الفريق الأزرق علشان لو قدروا يعملوا كده والوقت خلص هيبقى في عدد كبير من الفريق الأحمر ما قتلش حد من الأزرق، وبكده هيجي الحراس ويخلصوا عليهم لأنهم فشلوا في مهمتهم. وبيقتنع ميونج بكلام نام وبيبدأ ينفذوا الكلام سوا. وبنرجع للكاهنة وبتقابل كيم في وشها، وبيكون كيم أصلا مش طايقها بس هي بتكذب عليه وبتقوله إنها شافت نام وهي جاية على هنا وده عشان يسيبها وما يقتلهاش. وفعلا بيسيبها كيم وبيكمل في بحثه عن نام. وبتكمل الكاهنة في طريقها إنها تلاقي أي باب للهروب، وفعلا بالصدفة بتلاقي الباب، بس لحظها الهباب بتلاقي إن الباب ده علشان يتفتح محتاج 3 مفاتيح في الوقت اللي بيكون معاها مفتاح واحد بس.
وبتروح الكاهنة تدور على مفتاحين من نفس النوع اللي معاها، بتلاقي مفتاح كمان مع حد ميت، وبكده يبقى باقيلها مفتاح. وفي الوقت ده بيكون راجل الأعمال على وشك إنه يموت، لأن نامو وميونج قربوا منه وبقى متحاصر، ولما بيشوفهم جايين بيدهن وشه بالدم وبيعمل نفسه ميت. ومن حسن حظه بيصدقوا الحيلة اللي عملها وبينفد منهم، وبتجيله الكاهنة بعد كده، وبيطلع المفتاح اللي أخده من الواد اللي معاه هو المفتاح التالت علشان يفتحوا باب الخروج. فبيقول لها راجل الأعمال إنه هيجي معاها ويخرجوا سوا، وبتوافق الكاهنة وبيروحوا لباب المخرج، وبيقدروا يفتحوا باب المخرج بالمفاتيح. بس راجل الأعمال بيغدر بالكاهنة ويقفل الباب عليها عشان ما تهربش وتموت، وكده فلوسه هتزيد أكتر. وفي نفس الوقت بنشوف الشاب ده اللي اسمه من، واللي بيكون من الفريق الأحمر، وبيبقى معاه برشام كده بياخد حباية منه وبيبدأ يهلوس، وبيقابل الكاهنة في طريقه وبيقتلها، وبيتصدم من اللي عمله. وبنروح لسيونج اللي عمال يلف على راجل الأعمال علشان يقتله، وفعلا بيقدر يوصله، وبيتأسف راجل الأعمال لسيونج وبيقول له إنه شخص فاشل وجبان. بس طبعا سيونج مش بيهتم بكل ده وبيتقاتل معاه، وأخيرا بيقتله. وبيقرر سيونج إن يقتل نفسه، وبيعترف إن هو السبب في كل حاجة. بس قبل ما يعمل كده بيجي جنود اللعبة وبيوقفوه، وبيبقى هوانج هو اللي بعتهم علشان سيونج يستمر في اللعبة. وأخيرا بيعلنوا إدارة اللعبة إن اللعبة دي خلاص انتهت. الحلقة الثالثة بيبدأ بعد كده الجنود يشيلوا كل الناس اللي ماتت ويحطوهم في توابيت، لكن واحد من الفريق الأحمر كان لسه مستخبي، وبيحاول يخلص على متسابق من الفريق الأحمر لأنه ما قدرش يقتل أي حد من الفريق الأزرق، وكده هيموت. لكن بيجي جندي من وراه وبيخلص عليه من غير رحمة. ولما بيقلعوا الأقنعة بنعرف إنه دول أصحاب اللعبة الأصليين، هم الضيوف المميزة وجايين يشاركوا في اللعبة علشان يكسروا الملل. بعدها المتسابقين اللي خسروا بيرجعوا للسكن مرة تانية، لكن من بيلاحظ إن السلسلة بتاعته ضاعت، وبيسأل صاحبه عنها، لكن صاحبه بيبقى متوتر ومش بيرد علشان قلقان على حبيبته. وبيقرر من يخرج يدور على السلسلة، لكن واحد من الجنود بيمنعه وبيهدده بالقتل، فبيضطر يرجع مكانه بدل ما يموت. وقتها بتوصل هاي ومعاها الطفلة، وبيفرح حبيبها لما بيشوفها وبيطمن إنها لسه عايشة. وبيدخل بعدها الجنود وبيعلنوا عن المتسابقين اللي كسبوا، وبيعرفوهم إن في 25 لاعب نجحوا ولسه عايشين، وبتبقى قيمة الجايزة 42 مليار، ودلوقتي يختاروا هيكملوا اللعبة ولا لأ. وفي الوقت نفسه بنشوف أصحاب اللعبة وهم لابسين أقنعة وقاعدين يتكلموا مع بعض، وبيبقوا مبسوطين جدا إنهم استمتعوا باللعبة أخيرا لما شاركوا فيها. وبيفضل كل واحد يحكي للتاني هو قتل مين. في الوقت نفسه هوانج وفريقه بيبقوا بيدوروا لسه على الجزيرة، وبيستخدموا طيارة آلية علشان يراقبوا الوضع من بعيد. وبيجيله مكالمة من تشوي وبيقوله إنه سأل الصيادين عن القبطان ولسه محدش يعرف عنه حاجة. وبيتفاجئ هوانج من كلامه وبيقرر يراقبه علشان يعرف إذا كان خانهم ولا لأ. وبنرجع للمتسابقين اللي بيبدأوا في التصويت مرة تانية، وبيفضل كل واحد يختار إذا كان عايز يكمل ولا ينسحب من اللعبة. وبتترجى جوم باقي المتسابقين ينسحبوا من اللعبة علشان محدش يموت مقابل الفلوس اللي كسبتها، لكن محدش بيرضى ينسحب وبيختاروا يكملوا اللعبة. ولما بيجي الدور على سيونج مش بيرضى يصوت، لكن محدش بيهتم وبتستمر اللعبة، وبيروح اللاعبين علشان يناموا. وفي الوقت نفسه بيبقى الناس الأغنياء بيضحكوا على كلام جوم لأنها مش عايزة الفلوس. وفي نفس الوقت بيكتشف الحراس إن الناس اللي في أوضة التشريح ماتوا، وبيفتكروا إن الدكتور هو اللي عمل كده، وده لأنهم ملقوش الجثة بتاعته، وده معناه إن سرق الأعضاء وهرب. بعدها السيدة جوم بتروح تدي أكلها لهاي علشان الطفلة، وبتفضل هاي تعتذر لجوم لأن بسببها ابنها مات علشان تحميها، لكن جوم بتقول لها ما تفكرش في حاجة لأنها ملهاش ذنب. وفي الوقت نفسه بيرجع مدير الكاميرات للأوضة، لكن بيلاقي سيون مستنياه وبتطلب منه يخرجها هي والرسام من اللعبة بسلام، وإلا هتبوظ له اللعبة كلها، وفعلا بيوافق. بعدها بنروح لهوانج اللي بيشوف جزيرة وبيحس إنه راح الجزيرة دي قبل كده، وبيطلب من القبطان إنهم يروحوها. ولما بيوصل بيفتكر اللي حصل زمان لما أخوه ضربه في الجزيرة، وبيتأكد إن الجزيرة دي هي اللي عليها اللعبة، وبيقرروا يفتشوها. وبالليل بتروح جوم تطمن على الطفلة الصغيرة. بعدها بتتكلم مع سيونج وبتحاول تخفف عنه، وبتقوله إنه ملوش ذنب في أي حاجة، وإن أصحاب اللعبة هم السبب في كل حاجة، لأن ابنها كان طيب جدا بس تحول لوحش علشان اللعبة، وبسبب كده خلصت عليه. وبيتصدم سيونج من كلامها، وبتطلب منه جوم يساعد هاي وبنتها، وبتقوله إنها واثقة إنهم هنا علشان ينقذهم. فبيعتذر لها سيونج إن هو كمان اتحول لوحش وخلص على واحد من اللعيبة من غير رحمة. وتاني يوم بيستعدوا الحراس علشان اللعبة الجديدة، وبتقعد سيون تفطر، وبتلاقي في الأكل مفتاح المركب اللي هتهرب فيه،
وبيبقى مدير اللعبة هو اللي بعته ليها. بعدها الحراس بيدخلوا عند المتسابقين ومعاهم تابوت، والمفاجأة إن جوم الست العجوزة هي اللي ماتت، وبتفضل هاي تعيط عليها، وبيحس سيونج بالذنب لأنه رفض يساعدها. في الوقت ده بيقرر تشوي يروح لبيت القبطان علشان يدور وراه، والمفاجأة إنه بيلاقيه متصور مع الراجل اللي بيوزع كروت اللعبة، وبيتأكد وقتها إنه فعلا خاين، وبيقرر إنه يبلغ هوانج باللي عرفه. بس الكلب بيهجم عليه وبيضطر تشوي يقتله، وفجأة بتيجي الشرطة وبتقبض على تشوي لأن جالهم بلاغ إن في حد اقتحم البيت. وبنرجع مرة تانية للعبة، والجنود بيطلبوا من اللاعبين يساعدوا عشان اللعبة هتبدأ. في نفس الوقت بتبقى هاي تعبانة جدا ومش قادرة تكمل، فبيقرر سيونج يساعدها وينفذ وصية جوم، وبيروح ياخد البنت من هاي، وبيبقى الأغنياء بيتفرجوا وهم مبسوطين، وبيبدأ كل واحد يراهن على لاعب إنه هيفضل عايش للنهاية. وبتبقى هاي قلقانة على بنتها، بس سيونج بيطمنها إنه هيحميها مهما حصل حتى لو هيضحي بنفسه. وبيوصل المتسابقين لمكان اللعبة الجديدة، وبيبقى جسر عالي وفوقه تماثيل ضخمة على الناحيتين، لعبة نط الحبل. وبتبدأ اللعبة وبتبدأ التماثيل يحركوا الحبل بسرعة، وبيعرف المتسابقين إنهم لازم يفضلوا ينطوا من فوق الحبل لحد ما يوصلوا للاتجاه التاني. وبياخد سيونج البنت وبيوعد أمها إنه هيرجعها لها بعد ما اللعبة تخلص، والحارس بيقوله إن الطفلة كمان مشاركة في اللعبة ولو فضلت هنا هتموت. فبيتعصب سيونج وبيقول للحارس إن الطفلة ملهاش ذنب، لكن الحارس مش بيهتم بكل ده، وبيهددهم لو منفذوش كلامه هيموتوا. وبيبدأ العد التنازلي للعبة، وبيطلب هاي من سيونج ياخد الطفلة معاه لأنها مصابة ومش هتعرف تنط. وبنشوف الشاب ده اللي بيكشف لمن إن الحبوب بتاعة الهلوسة معاه من مدة طويلة وممكن يرميها، وبيترجاه من ما يرميش الحبوب، لكن الشاب بيرمي الحبوب على الجسر وبيطلب منه يشارك أول واحد. وفعلا بيقرر من يشارك، وبيفضل ينط لحد ما بيوصل للسلسلة، بس بيتصدم إنها فاضية، وبيتصدم ومش بيقدر ينط تاني، والحبل بيخبطه وبيموت. وفي الوقت نفسه بتبقى هاي بتطلب من سيونج إنه يشارك ببنتها ويوصلها للناحية التانية ويقف على الجسر، وبيبدأ ينط، وبرغم إن الموضوع صعب جدا لكن بيستحمل علشان ينقذ الطفلة، وبيقدر يوصل لنص الطريق، لكن بيبقى في فتحة في الجسر لازم ينط فوقها، وبيبقى الكل متوتر جدا هيعملها ولا إيه. وفعلا بينجح سيونج إنه يعملها، وبيعدي بالطفلة لبر الأمان. وبيقرر سيونج بعدها يحط الطفلة علشان يساعد أمها تعدي هي كمان، لكن فجأة بيلاقي كل اللاعبين على الجسر، وده معناه إنه لازم يستناهم علشان يخلصوا الأول. وفعلا بينجح واحد منهم يعدي، وبيقول إنه هيساعد الباقي. الحلقة الرابعة. بس للأسف بيطلع شخص ندل وعايز يخلص على كل اللاعبين علشان يكسب هو وبس، وأي حد بيقرب من خط النهاية بيحاول يوقعه علشان يخسر. وبيتفاجئ سيونج من تصرفه وبيقول له انت ليه بتعمل كده؟ فبيقول له اللاعب ان لو كلهم ماتوا مش هيبقى غير انا وانت وبس، وهننسحب من اللعبة والفلوس تتقسم بينا. وبيبقى المتسابقين خايفين منه جدا ومش عارفين هيعملوا ايه، وبسبب انهم واقفين مكانهم عدد كبير منهم بيقع من على الجسر، وفي واحدة بترجع من الخوف، وفي واحد من المتسابقين بيزقها وبتموت. وبيقرر سيونج يتدخل وبيهدد اللاعب لو ما سمح لهمش يعدوا هيزقه ويموت، وبيخاف المتسابق جدا وبيقرر يمشي، وبيشجع المتسابقين يوصلوا قبل ما الوقت يخلص. وبتبقى هاي اللي بتحاول تتدرب على النط لكنها مصابة، وبيروح لها حبيبها علشان يساعدها لكنها بترفض لأنه قتلت شو، ولو عايز يساعدها لازم يشيلها. وطبعا حبيبها بيتصدم وبيتخلى عنها، وبيحاول سيونج يرجع تاني علشانها، لكن واحد من المتسابقين بيهجم عليه علشان يوقعه من الجسر، بس بطلنا بيقدر يتخلص منه بكل سهولة. وبعدها بيعدي باقي المتسابقين، وبيبقى في واحد من المتسابقين مش في وعيه، وبيتخيل ان التماثيل بتتكلم معاه، لكن بيرجع لوعيه في آخر لحظة وبينجح يعدي خط النهاية. وبيجي الدور على حبيب هاي وزميله اللي بيبقى خلاص هيقع، وبيطلب من حبيب هاي يساعده لكن بيرفض، وبيوقعه وبينط لحد ما بيوصل لخط النهاية، وبيبقى فاضل أقل من دقيقة بالظبط. وبيقرر سيونج يرجع لهاي، لكن هاي بتقوله ما يرجعش علشان الوقت هيخلص واحنا الاتنين هنموت والطفلة هتموت، وبتقرر انها تضحي بنفسها وبتوقع نفسها من على الجسر. وبيبقى سيونج مصدوم من اللي حصل ده، والناس الأغنياء بيبقوا عايزين يتخلصوا من الطفلة عشان مامتها ماتت، لكن مدير اللعبة بيقول لهم يسيبوها تكمل مكان أمها لأن ده هيزود اللعبة متعة، فبيوافقوا. وبيروح الحارس عند المتسابقين مرة تانية وبيبارك ليهم انهم خلصوا اللعبة، وبيقول لهم ان باقي 9 متسابقين، فبيستغرب اللاعبين جدا لأن العدد
العدد بتاعهم 8، بس الحارس بيشاور لهم على الطفلة وإنها تكمل اللعبة مكان أمها اللي ماتت. وبيتعصب المتسابقين لأن البنت كده هتقسم معاهم الفلوس وبيبقوا عايزين يموتوها، بس الحارس بيضرب نار وبيقول لهم إن العنف ده مش نافع ولازم يتعاونوا عشان يعدوا الجولات الأخيرة. وفي الوقت ده بيبقى تشوي في الاسم وبيحكي للشرطة عن اللعبة وإن القبطان واحد منهم وبيوريه الأدلة اللي جمعها، لكن الأدلة مش بتكون كفاية والشرطي مش بيصدقه وبيتصل بالقبطان. لكن تشوي بيخطف الموبايل بسرعة وبيتصل بهوانج بيحذره إن القبطان واحد من منظمين اللعبة وهيخلص عليهم. هوانج بيتصدم من الكلام وبيهرب، والقبطان بيقتل كل اللي موجودين في السفينة ما عدا صاحب هوانج وبيسأله على مكانه، فبيقول صاحب هوانج إنه وراه، وفعلا بيجي هوانج وبيخلص على القبطان وبيقول له يعترف بكل حاجة قبل ما يموت. فبيقول القبطان إنه بينفذ الأوامر بس، ومدير اللعبة هو اللي طلب كده وبيحذره ما يروحش الجزيرة لأن خلاص الوقت فات ومش هيقدر يوقف اللعبة. وقبل ما يعرف هوانج منه مكان الجزيرة القبطان بيموت. وفي الوقت نفسه بيعزم مدير اللعبة المتسابقين على العشاء وبيلبسهم لبس شيك، حتى الطفلة الحارس بيشربها لبن لأنها وصلت لآخر جولة. وبعدها بيسألهم مرة تانية إذا كانوا عايزين ينسحبوا ولا يكملوا، بس المرة دي لازم يختاروا 3 منهم علشان يموتوا. وقتها الطمع بيعميهم وبيقرروا يتخلصوا من سيونج والطفلة والجرسون. وفي نفس الوقت سيون بتاخد الرسام وبيهربوا بالمركب، لكن فجأة بيتصل بيها مدير اللعبة وبيقول لها ترجع وإلا هيخلصوا على بنت الرسام اللي في المستشفى. وبتخاف وبتقرر ترجع وتسيب الرسام لوحده في المركب، لكن مدير اللعبة بيبقى حاطط جهاز تعقب في المركب وبيأمر المتسابقين يخلصوا عليه. وفي الوقت نفسه واحد من الحراس بياخد سيونج علشان مدير اللعبة عايز يتكلم معاه، وبيديله مدير اللعبة سكينة علشان يخلص على المتسابقين ويكسب هو والطفلة. وبيستغرب سيونج جدا وبيسأله ليه بيأمره بده، فبيقلع القناع ويتفاجئ سيونج إنه المتسابق رقم 1 اللي كان المفروض ميت، وبيمسك السكينة علشان يقتله، لكن المدير بيهديه وبيعرفه إنه حتى لو قتله هيجي واحد غيره ويكمل اللعبة وإلا حياته هتبقى في خطر. الحلقة ال5 وبنروح لسيون اللي بتتسلق الجبل لحد ما بتوصل لفتحة التهوية وبتدخل وبتفضل ماشية جوه الفتحة. على الناحية التانية بنرجع لسيونج اللي بيمشي من عند المدير وبيروح على المتسابقين وهم نايمين وبيقرب منهم، وبنرجع فلاش باك نفس المشهد بيتعاد لما مدير اللعبة كان متسابق زي سيونج وصاحب اللعبة عرض عليه نفس العرض، وبيفتكر مدير اللعبة اللي حصل وإنه وقتها قرر ينهي حياة المتسابقين وبيبقى عايز بطلنا يتحول لمجرم هو كمان. لكن كمان سيونج بيتخيل كل أصحابه اللي ماتوا قدامه وهم بيترجوه ما يعملش كده لأنه مش مجرم زيهم، وفعلا بيرجع سيونج في كلامه وبيخلي اللعبة تستمر وبيتصدم مدير اللعبة من اللي حصل. على الناحية التانية بيبقى هوانج قرب يوصل للجزيرة، لكن فجأة بيسمع صوت المدير على اللاسلكي بيطلب منه يرجع علشان ما يعرضش حياته للخطر. بعدها مدير اللعبة بيرجع لغرفة التحكم، لكن بيلاقي سيون مستنياه وبتهدده علشان يمسح سجلات الرسام من اللعبة علشان محدش يقدر يوصله من الناس الأغنياء. وفعلا بيعمل زي ما هي طلبت، بس بيقولوا إن في نسخة تانية من الملفات موجودة في مكان سري، وبيركب معاها الأسانسير وبيستغل الفرصة دي وبيهجم عليها وبيوقعها على الأرض وبيطعنها في بطنها. وفجأة بتجيله مكالمة من الحارس علشان ياخد إشارة بدء اللعبة الأخيرة، فبيديله المدير الإشارة وبيقوله يبدأ. وبتزحف سيون على الأرض وهي معاها القناع بتاعه وبيجري عليها بسرعة، بس كانت خلاص وصلت الأسانسير وبتخلص عليه بسرعة. وفي الوقت نفسه بيبقى المتسابقين مع الحراس علشان يكملوا اللعبة الأخيرة، وبيركبوا الأسانسير وبيطلعوا المكان عالي جدا، وبيشرح لهم مدير اللعبة إن دي اسمها الحبار السماوي، كل مرحلة في مكان مختلف ومطلوب منهم يزقوا واحد فيهم علشان يخلصوا منهم، وطبعا اللي بيقع هيخسر ويموت. وبتبدأ اللعبة وبيبقى قدامهم 15 دقيقة، وعلشان يبدأوا لازم يضغطوا على الزرار الأخضر اللي في الأرض، وكلهم بيتفقوا على بطلنا اللي شايل الطفلة وبيقربوا منه وهم بيضحكوا، لكن بيرجعوا في كلامهم لأنهم كده هيتخلصوا من 2 وهم عايزين 1 بس، وبيقرروا يتخلصوا من الجرسون، بس المشكلة إنه واقف على خط النهاية واللي هيقرب منه هيقع. فبيستخدم أبو الطفلة ذكائه وبياخد العمود اللي جنبه وبيزق الشاب لحد ما بيقع ويموت. الحلقة السادسة وفي الوقت نفسه بيبقى هوانج بيهدد اللاعب أبو البنت المريضة علشان
علشان بيبقى فاكره حارس من بتوع اللعبة، لكن أبو البنت المريضة بيحكي له عن اللي حصل معاه، وبيكشف عليه وانج بجهاز المسح وبيعرف إنه لاعب في اللعبة ورقمه 246، وبيشاور له اللاعب على مكان الجزيرة، فبيخلي هوانج زميله يفضل مع اللاعب وبيقرر يروح لوحده الجزيرة. وفي الوقت نفسه سيون بتقدر توصل لمكان ملفات اللعبة وبتحرقهم، وبيبان إنها مصابة جدا وبتنزف، وبتفتح الملف بتاعها في اللعبة وبنشوف صورة ليها مع جوزها وبنتها، وبتنهار سيون علشان نفسها تشوف بنتها مرة تانية، لكن للأسف بيبقوا تأهلوا للمرحلة الأخيرة، وبيعدي والد الطفلة للمرحلة الأخيرة الأول، وبيمسك العمود وبيمنع سيونج يعدي بالطفلة، وبيقول له يسلم الطفلة وإلا هيزقهم هما الاتنين. اللعبة وصلت للنهاية والمفروض إن واحد منهم هو اللي هيعيش. بيبقى اللاعب والد الطفلة واقف على السلم اللي بيوصل للجولة الأخيرة من اللعبة، وبيهدد سيونج بالماسورة اللي في إيديه علشان عايز يكسب لوحده، وبيطلب منه يديه الطفلة وسيونج يموت، وبيسيب سيونج الطفلة على الجسر وبيرجع ناحية المثلث، وبيفضل سيونج يتخانق مع والد الطفلة، لكن والد الطفلة الواطي بيمسك الطفلة وبيهدد سيونج إنه لو قرب منه هيرميها، وبيهدده يسيب السكينة، لكن سيونج مش بيرضى، وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما بيكونوا خلاص هيقعوا هما الاتنين، لكن والد الطفلة بيمسك في سيخ كده في الجبل ومعاه سيونج، وبيقدر سيونج أخيرا يطلع وبيموت والد الطفلة، وبيبقى كل الأغنياء مبسوطين جدا، والإثارة بدأت تزيد لأن سيونج هيفوز مرة تانية في اللعبة دي، ودي حاجة ما حصلتش قبل كده خالص، لكن سيونج بيقرر ياخد الطفلة وينطوا هما الاتنين علشان يبوظ اللعبة، وبيكلم أصحاب اللعبة وبيقول لهم إن الموت مش حاجة يستهزئوا بيها، وبيقرر يضحي بنفسه علشان الطفلة تعيش، وبيرمي نفسه من على البرج وبيموت، وبيعلنوا أصحاب اللعبة إن الطفلة هي اللي فازت واللعبة بتنتهي أخيرا، وبيظهر إن سيون لسه عايشة وقررت تهرب مع الحراس علشان محدش يتهمها بحاجة، وده معناه إن هي المسؤولة عن اللعبة كلها. وفي نفس الوقت بيوصل هوانج الجزيرة، لكن مدير اللعبة بيعرف وبيخلي كل الحراس ينفذوا خطة الهروب، وبيشغل نظام علشان يفجر الجزيرة، وبيبقى قدامهم نص ساعة بالظبط، وبيطلع هوانج بسرعة وبيشوف صاحب القناع وهو بيشيله، وبياخد الطفلة قبل ما المكان ينفجر، فبيضرب هوانج نار بسرعة وبيكسر الإزاز، وبيتصدم لما بيشوف أخوه قدامه، وبيفهم إن هو اللي منظم اللعبة، وبيسأله ليه عمل كده، لكن أخو هوانج بياخد الطفلة وبينزل من الحفرة اللي في الأرض علشان يهرب مع العصابة، وهوانج بيقرر ينط في المية، وبيظهر شخص غامض من بعيد وماسك مسدس ويفتح أوضة فيها فلوس كتير جدا، وبيمر 6 شهور على الموقف ده، وبتظهر سيون وهي قاعدة قدام الرسام أبو الطفلة المريضة، والمفاجأة إنه بيبقى فاكر سيون وبيسألها لو يعرفوا بعض، لكن سيون بتقوله لأ ما تعرفنيش، وبتطمن إن هو وبنته بقوا في أمان، وبتسيبهم وبتمشي قبل ما يكمل رسم الصورة، وبيبقى مستغرب جدا من اللي حصل. ولما بترجع سيون العربية شخص بيكلمها في التليفون وبيعرفها إن بنتها في الصين، فبتقرر تسافر تدور على بنتها، وفي المطار بيكلمها الشخص ده مرة تانية وبيعرفها إنه كان حابب يشوفها بس للأسف مش فاضي، وبنشوف هوانج وهو بيطلع تشوي من السجن وبياخده في عربيته وبيتكلموا مع بعض، وبيعرفوا إن كل الفلوس اللي كانت في الفندق اتسرقت، ومش بيكونوا عارفين إزاي حصل كده، لكن محدش غيرهم عارف مكان الفلوس. وبيرجع هوانج البيت وبيتصدم إن الطفلة ملبسينها لبس المتسابقة اللي كسبت، وفي كارت عليه كلمة السر وفيزا، ولما بياخد الفيزا وبيحط كلمة السر ويستعلم عن الرصيد بيلاقي قيمة الجايزة 45 مليار و600 مليون وين، فبيفرح جدا وبيقرر يربي الطفلة بالفلوس دي، وبيروح مدير اللعبة لبنت سيونج في بيتها وبيقول لها إنه من طرف أبوها سيونج، لكن بنت سيونج بتكون متضايقة جدا وبتقول لمدير اللعبة إن علاقتها بوالدها انتهت من زمان وهو هنا في المكان الغلط، لكن مدير اللعبة بيدي البنت العلبة اللي فيها حاجات والدها، فبتاخدها وبتدخل أوضتها وبتفتحها وهي مصدومة، وبتلاقي هدوم والدها في المسابقة وفيزا ذهبية زي بتاع الطفلة وفيها عدد كبير جدا من الفلوس، وبتجري تلحق مدير اللعبة لكن بيكون خلاص مشي، وفجأة بيقف مدير اللعبة في الشارع وبيفتح شباك العربية وبيلاقي بنت بتلاعب شخص متشرد علشان تقنعه يدخل اللعبة، وبكده اللعبة هتفضل مستمرة بمتسابقين تانيين، وبينتهي المسلسل.